Fenomena menggembung sebuah makam di area Pandam perkuburan milik suku Panyalai di Korong atau Kampung Sungai Asam, Padang, Pariaman, Sumatera Barat kian mengundang perhatian umum. Kuburan itu terlekat di Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 6 Lingkung. Bahkan menurut Wali Korong Sungai Asam Anwar, saat ini kuburan itu bertambah ramai dikunjungi orang. Sejak subuh hari bahkan sudah dipadati warga yang datang dari berbagai tempat. Gundukan tanah di area pemakaman di Padang Pariaman, Sumatera Barat, tiba-tiba meninggi hingga 1,5 meter. Warga menduga makam tersebut sudah lama ada karena tak ada nama pada nisan kuburan itu. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.